فاجعة مأساوية تهز شاطئ مدينة مغربية هذا الصباح. وفي التفاصيل، أفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط مساء الثلاثاء أثناء محاولة للهجرة غير النظامية. وأوضحت السلطات المحلية يوم الأربعاء أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من منطقة تشارنا بو محفوظ جماعة بني شكير، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع علو الأمواج. وحسب المصادر، فقد تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية والوقاية المدنية ليتم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث، فيما تستمر الأبحاث حاليا من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.